هذا هو الساور كراوت او الملفوف المخمر. اضافه بسيطه اللي تقدر تزيدها النظام الغذائي ديالك غتهنيك من مشاكل الهضم، غادي تخلصك من الامساك، وغادي تزيد الامتصاص ديال المعادن والفيتامينات، كما انها بنينه وكتزيد مذاق مميز للاطباق ديالك. غادي تاخذوا اي كميه عندكم ديال الملفوف او الكرومه، غادي تقطعوا قد ما قديتو رقيق بزاف. من بعد غديروه في واحد لو بول وغتزيدوا عليه الملحه الحيه الطبيعيه، ما تزيدوش عليه الملحه اللي فيها اليود، وانما الملحه الطبيعيه 100%. القياس ديال الملحه هو معلقه كبيره بالنسبه لكل كيلو ديال الملفوف عندكم. بيدين اللي يكونوا نقيين غادي تدعكوا داك الملفوف مع الملحه، من بعد غادي تخليوه على جنب واحد 3 سوايع على الاقل حتى يخرج الماء ديالو مزيان. دابا ما بقى عليكم غير ديروه في قريعات اللي يكونوا معقمين وتزيدوا عليه داك الماء اللي طلق. اهم حاجه في هذا التخمير اللبني هو ان الخضيره كامله تكون كاينه تحت الماء. اذا ضغطوا عليه مزيان حتى يهبط لتحت، وتقدروا تزيدوا شي حاجه اللي تثقلوا بها بحال شي قريعه اللي تثقلوا بها باش داك الملفوف ينزل تحت، او ديروا واحد الطبقه ديال الزيت من الفوق باش تعزلوا داك الملفوف على الهواء. دابا ما بقى عليكم غير تخزنوه في شي بلاكار اللي يكون مظلم، خليوه يتخمر 2 سيمانات مع المراقبه انه ما يطلعش فوق الماء. من بعد 2 ديال السيمانات نقلوه للثلاجه وبداو تستهلكوه بالصحه والراحه. هو راه عباره عن قنبله من البكتيريا النافعه، انا متاكده ان فوا غديروه المره الاولى غادي يعجبكم بزاف وحتى في المذاق. الا عجبك هذا الفيديو بارطاجيه مع الناس اللي كيهمهم الامر، وخلي واحد لايك وكومونتير.